بد من رعاية ما كان عليه السلف الأول، لا سيما فيما يتعلق بباب الاعتقاد. بباب الاعتقاد درج كثير من المتأخرين الذين لم يتلقوا علم العقيدة عن السلف الأول على القول بأن الله عز وجل ليس له مكان، بل هو في كل مكان. ويمكن لو سألت كثيرا من المتعلمين وقلت له هذا السؤال: أين الله؟ يقول لك في كل مكان. وهذا القول خطأ ظاهر لم يقل به أحد قط، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين ولا أحد من الأئمة المتبوعين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وداود. لم يقل به أحد من هؤلاء العلماء أبدا. إذا سئل أين الله لا يقول في كل مكان أبدا. كل مكان هذا قول ظاهر البطلان، رد عليه أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه رحمه الله، وهو يتكلم عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. يقول إن الله عز وجل امتدح نفسه بأنه استوى على العرش، مما يدل على أن العرش له ميزة وله خصيصة، وإلا فاستواؤه إذن على الحشوش، لو كان العرش ليس له ميزة وأن الله عز وجل لم يستوي على العرش لأنه استولى كما سنذكر يعني بعد ذلك إن شاء الله، لما كان هناك فرق بين العرش وبين الفرش. وهذا القول من أبطل الباطل. فإذا سألت الرجل يقول الله في كل مكان، لا، الله عز وجل ليس في كل مكان بذاته، إنما هو في كل مكان بعلمه، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، على تأويل الكافة من أهل العلم. أما أن الله عز وجل في السماء فقد تضافرت الأدلة من القرآن ومن السنة على أن الله عز وجل في السماء. أما من القرآن فكما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فمن في السماء هو الله عز وجل. إنما هؤلاء المؤولة لما تقرأ تفسيرهم يقول لك من في السماء يعني الملائكة. طيب ما هو الصارف؟ ما هو الصارف؟ من الذي يرسل حاصبا؟ من الذي يعاقب؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقول الملائكة يبقى خالف اللفظ ولا قرينة معه تدل على ذلك، زي مثلا ما جاء بعضهم على قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. فقال لك الفوقية هذه فوقية قهر وفوقية جبروت، كما قال فرعون: وإنا فوقهم قاهرون. فنقول هذه مغالطة ظاهرة. ليه؟ لأن أي إنسان يسمع قول فرعون وإنا فوقهم قاهرون يعلم أنها ليست فوقية مكان. يعني فرعون مش قاعد فوقهم ولا ركبهم حتى يقال، حتى يفهم الفاهم وأن فوقهم قاهرون إن دي معناها علو مكان، لا، إنما هذا علو جبروت، والقرينة في نفس الكلام وهي صارفة. إنما لما نقرأ قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، أي إنسان لم تدخل عليه لوثة التأويل بل التحريف لا يفهم من هذا إلا فوقية المكان التي أنكرها كثير من الجهمية والمعتزلة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا جارية أين الله؟ فالحديث صريح الدلالة. هم لما لقوا الحديث صريح الدلالة حب يتخلص من المسألة دي، فقعدوا القواعد الباطلة لرد هذا الحديث وأمثاله، وهي قاعدة أنه لا تؤخذ عقيدة من خبر الواحد. ودي مسألة أنا هركنها شوية لأن هذه تحتاج إلى حلقة وأكثر.
عشان يتخلص من الدلالة دي. أين الله؟ قال لك ده خبر واحد، يعني لم يتواتر ولم يصلنا بعدد كبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والعقيدة لابد فيها من اليقين، وخبر الواحد يدخله الشك، احتمال الراوي يخطئ وهذا ليس بمستحيل، إنما لو رواه جماعة كثيرة وما نطمئن. أقول لك إن جاز الخطأ على الواحد فلا يجوز على الجماعة. فهذا الحديث لم يروه إلا واحد بعد واحد، فأنا لا يمكن أن أؤسس عقيدة على خبر واحد. ده كلام كما قلت سنقف معه. لكن الذي يرد على يقول لا يجوز أن تسأل هذا السؤال أين الله لأنه لا مكان له، هذا يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. واستغل بعض أهل الأهواء أنه ورد هذا الحديث بطرق أخرى، وفي هذه الطرق أن الجارية كانت خرساء فأشارت، فقال لك الجارية كانت خرساء ولم تتكلم، فالراوي هو الذي فهم كلام الجارية وإشارة الجارية فسبك الكلام من عنده. يعني أين الله؟ قال لك ده مش لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا قول الجارية في السماء هو قول الجارية، إنما كانت خرساء. وطبعا هذا الطريق أو الإسناد الذي ورد فيه هذا الكلام إسناد منكر من رواية يزيد بن هارون عن المسعودي عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي، وهذا كان اختلط، ويزيد بن هارون وعبد الله بن نمير مع جماعة آخرين سمع منه بعد اختلاطه. فالعجب أن يأتي هذا الآتي على هذا الطريق الضعيف أو المنكر فيعل به الطريق الصحيح الذي رواه الإمام مسلم. وهكذا أهل الأهواء دائما يتعلقون بهذه القشة. فسؤال النبي عليه الصلاة والسلام أين الله فيه دليل على المشروعية، أنك أنت تقول أين الله. إجابة الجارية قالت في السماء. الجارية ما ثبت أنها كانت خرساء إنما تكلمت، وكما ذكرت لكم من كتاب الله عز وجل ما يدل على أن الله عز وجل في السماء، مع قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ومعلوم أن العرش في السماء السابعة، واستواء الله عز وجل عليه هو العلو والارتفاع كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. وقد حاولت أن أجمع بعض النصوص وهي كثيرة، لكن حاولت أن أجمع بعض النصوص التي دلالتها ظاهرة على أن الله في السماء وليس في كل مكان كما قاله بعض المتأخرين من أهل الكلام وتلقفه كثير من الجماهير التي لم تأخذ عقائدها من القرون الثلاثة الأول. فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس بعرفة في حجة الوداع، وقال في خطبته ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، فأشار بأصبعه إلى السماء، يشير إلى السماء مرة ويشير إلى الناس مرة، ويقول اللهم فاشهد. فهذه إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى فوقية الله وعلوه تبارك وتعالى وأنه في السماء. ومن هذا رفع الناس أيديهم إلى السماء دون غيرها من الأماكن، وهذا فطر عليه كل إنسان، حتى أنك لو سألت الصبي الصغير أو البنت الصغيرة التي تعلمت الكلام، وأنا سألت هذا السؤال لعشرات أو مئات الأطفال حتى يعني أتأكد من صحة الفطرة، وأن المرء إذا صحت فطرته نطق بالصواب في باب الاعتقاد. أسأل أنا الأطفال الصغار وسنه
4 سنوات 5 سنوات، أقول له ربنا فين؟ يقول لي فوق. أنا ما رأيت طفلا ولا طفلة تنعثم في الإجابة عن هذا السؤال أبدا، كل يقول فوق، ربنا فوق. وهذا لم يتعلم شيئا، لا عنده عقائد باطلة دخلت عليه ولا أحد من لا الاعتقاد الصحيح ولا شيء من هذا، إنما هذا يفطر المرء عليه. وأيضا في سنن أبي داود والترمذي وصححه الترمذي وصححه أيضا كثير من أهل العلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وما لا أعتقد أبدا أن يجرؤ إنسان على أن يقول من في السماء هم الملائكة، كما قال القائل في تفسير قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، يقول لك الملائكة. لا، نص الحديث واضح، ولذلك لا بد من الرجوع دائما إلى السنة في تفسير القرآن، لأن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل. ومعنى القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، فإذا كان اللفظ في كتاب الله عز وجل يحتمل معنى أو يحتمل معنيين أو 3 أو أكثر، جاءت السنة وقضت لأحد المعاني على الأخرى. عشان كده سميت السنة قاضية على القرآن، وليس كما يتبادر إلى الذهن أن معنى قاضية أي مقدمة على القرآن. لا، السنة قاضية بمعنى حاكمة، وهي التي تفصل بين الألفاظ المشتركة. في اللفظ المشترك اللي ممكن يشترك فيه أكثر من معنى، السنة بتيجي توضح إن هو ده المقصود أو ده المقصود أو ده المقصود، كالقاضي الذي يفصل في الخصومات. فالسنة كما قال عمر بن الخطاب: عليكم بالسنن، قال: إن كلام الله حمال ذو وجوه، فخذوا أعداء الله بالسنن. لأن السنة هي البيان، والبيان لا يكون فيه إشكال. الإشكال عادة يأتي بسبب الإجمال، لفظ مجمل يحتمل معنى 2 3، يجي إشكال، تلاقي واحد واخد له معنى وماشي، والتاني واخد له معنى وماشي، والتالت واخد له معنى وماشي، وكل واحد بيؤسس الكلام على حسب ما فهم من اللفظ. السنة بيان، والبيان يقل فيه الالتباس أو ينعدم على حسب درجة البيان. فالسنة هنا واضحة: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي حديث جرير ابن عبد الله البجلي، في هذا الحديث عند الطبراني بسند رجاله ثقات، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. وأيضا أخرج الإمام البخاري وغيره من العلماء عن أنس رضي الله عنه قال: كانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وفي لفظ: إن الله أنكحني في السماء. وفي لفظ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وأيضا في صحيح مسلم